السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف صحة وألف خير. بحبكم جدا في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين. بشرة خير بقى في الفيديو ده لكل اخواتي وحبايبي اللي ما لحقوش يحجزوا على تطبيق نسك لدخول الروضة الشريفة. ان شاء الله في الفيديو ده هقولك على البيبان او ارقام البيبان اللي بتدخل للروضة الشريفة. واللهم لك الف حمد وشكر كل اللي راح شكرني، ولاني مش كل الناس بتكون عارفه المكان، والناس اللي ربنا ما كتبلهاش ان هي تحجز لدخول الروضه الشريفه بتكتفي ان هي بتصلي في المسجد النبوي وخلاص، وترجع حزينه ان هي ما دخلتش تصلي ركعتين في الروضه الشريفه. فربنا يرزقنا جميعا اللهم امين زياره بيته الحرام عاجلا غير اجلا يا رب، ويرزقنا كده الصلاه ركعتين في المسجد النبوي وخصوصا في الروضه الشريفه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنة. فاللهم ارزقنا يعني نصلي كده فيها ركعتين، اللهم امين. بس حطي لايك للفيديو علشان الكل يستفاد، وانا بقالي كتير جدا جدا ما بفكركوش باللايك، والصراحة حضراتكم ما بتحطوش اللايك. فيلا بينا نصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مبدئيا كده حبايبي اللي من نسيوا او اللي ما يعرفوش ان دخول الروضة الشريفة على تطبيق نسك، لان الفترة الاخيرة كان عليها ضغط جامد، وكانت يعني مقفولة، ما بياخدوش حجوزات او العدد مكتفي، وبسبب طبعا الحج. واللهم لك الف حمد وشكر والف مبارك لكل اخواتي وحبايبي اللي حجوا بيت الله الحرام. اما بخصوص الباب اللي هتدخلي منه تصلي ركعتين للروضة الشريفة، هو باب رقم 37، ده اللي بتدخليه بحجز على تطبيق نسك. رقم 37 ده الباب الأصلي، يعني الباب اللي منه على طول مباشرة تصلي فيه ركعتين للروضة الشريفة. ده علشان تدخليه بتكوني حاجزه على تطبيق نسك مسبقا من قبل اصلا ما تسافري للسعوديه. يعني وانت في بلدك كده اسالي المشرف او اسالي شركه السياحه اللي انت طالعه معاها: انتوا حجزتوا لنا لدخول الروضه الشريفه ولا لا؟ علشان في شركات سياحه ربنا يهديها ما بتحجز. فاسالوا ضروري جدا جدا للناس اللي لسه ما طلعتش، اسالوا المشرف، اسالوا شركه السياحه نفسها: هتعملوا حسابنا ندخل الروضه الشريفه ولا لا؟ لازم يبقى كلكم عندكم وعي، علشان دلوقتي الدخول بتكوني مع المجموعة. يعني لو انت طالعة تبع شركة المشرف اللي بيكون طالع معاكي بيدخلكوا كلكم المجموعة مرة واحدة، او بيقسمكوا كده على مرتين ويدخلكوا بحجز على تطبيق نسك، وهو اللي بيكون مسؤول على الحجز. طب هو لو قالك لا انا ما حجزتش واللي عايز يحجز بيدخل لوحده، ضروري جدا حملي التطبيق بنفسك على التليفون واحجزيه. هو الموضوع سهل جدا، بتحملي التطبيق وبتدخلي البيانات، بس بيكون معاكي صورة من الجواز بتاع السفر والتأشيرة والحاجات دي علشان تاخدي منها الأرقام. هتكوني هناك في المدينة يوم ايه، وهم على أساسه هيحددوا لك الساعة اللي هتدخلي فيها الروضة الشريفة. ربنا يكتبها لنا جميعا يا رب، اللهم امين. فلازم كلنا يبقى عندنا وعي، نسأل شركات السياحة هتحجزوا لنا ولا لا. يعني انا مثلا ما كنتش اعرف ان اصلا في حجز على تطبيق نسك، محدش قال لي، وما سألناش شركات السياحة لان احنا ما نعرفش، والطبيعي ان كان الاول من غير حجز، فكانت كل الرحلات بتطلع وبتدخل الروضة الشريفة او بتدخل عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فللاسف الشديد للاسف الشديد لما وصلنا هناك المدينه ما دخلناش، كان كل واحد بقى، ما كناش ماشيين مجموعه مع بعض، كان كل واحد لوحده بيقدم مناسك العمره لوحده، بيزور لوحده، بيروح يصلي الفروض لوحده في المسجد النبوي، او سواء حتى في مكه. كلنا كل واحد كان ماشي لوحده، ما كناش ماشيين مجموعات مع بعض. فده للاسف الشديد ضيع علينا دخول الروضه الشريفه. فده كنز ما تتحرموش منه ابدا ابدا ابدا، لان انا لما رحت هناك وحبيت ان انا ادخل، للاسف كان اللي بيدخل الناس اللي هي حاجزه طبعا مع الاعداد، فهم كانوا منظمين الدنيا، فللاولى الناس اللي حاجزه. طيب دلوقتي الناس اللي محجزتش، والله سبحان الله يعني ربنا استجاب لي دعائي وانا ببكي كده في صلاه الفجر. لقيت اخت فاضله بقول لهم انا نفسي ادخل للروضه الشريفه بس ما عرفتش. ففي هناك اخوات نصحوني وقالوا لي باب رقم 25 بتدخليه من غير حجز، وبرضو الباب اللي انا دخلت منه باب رقم 32. باب 25 ده الاخوات دخلوا منه، انا دخلت من باب رقم 32، ده بتدخليه من غير حجز على تطبيق نسك. ده بتدخليه امتى؟ بيفتح بس مرتين في اليوم، بيفتح بعد صلاة العشاء مباشرة وبيفتح بعد صلاة الفجر. فشوفي ايهما افضل ليكي والاقرب ليكي، وتكوني مرتاحة كده وتدخلي ان شاء الله تصلي ركعتين هناك. الناس اللي هتشكك وتقول لا دي مش الروضة الشريفة، بصي حبيبتي هقولك باب رقم 37 ده من الامام، بتصلي ما بين
بيت النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر، وبتصلي هناك ركعتين هناك. فالباب الارقام اللي انا بقولك عليها دي من الخلف، بيت النبي من الخلف. فان شاء الله باذن الله احنا يعني مخلصين في الدعاء، فربنا يكتبها لنا يا رب ان شاء الله، اللهم امين. حتى هناك الامن هناك السيدات كانوا بيوجهونا للقبله منين نصلي ازاي، في يعني علشان ان شاء الله باذن الله تكون هي هنا الروضه الشريفه. فهي لو مش الروضه ما كانوش اصلا فتحوا البيبان دي، وما كانوش سمحوا للناس ان هي تدخل. من بعد الصلاه كمان الباب بيفتح، يعني مش الناس كمان بتصلي فيه، لان اثناء الصلاه بيكون الباب ده مفتوح للرجال، فهم ما بيفتحوهوش مباشره، لا بيفتحوه بعد صلاه العشاء بفتره، يعني حوالي مثلا نص ساعه لما الرجال اخر راجل بيفتح، اخر راجل بيكون بيصلي العشاء في المسجد بيخرج بين المسجد، وبعد كده بقى بيفتحوا الباب للسيدات زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا في آداب لازم كلنا نتعلمها، علشان في بعض إخواتنا الحجاج والمعتمرين اللي طالعين جداد ياخدوا بالهم منها وهم هناك. طبعا انت هتكوني في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في بعض النقاط كده وبعض الأخطاء اللي اخواتي في الله كانوا بيقعوا فيها هناك، اللي هم بيستقبلوا دخولهم على النبي صلى الله عليه وسلم بالزغاريط وبالتهليل وبالتكبير بالصوت العالي جدا. فخدي بالك انت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، اوعي صوتك يطلع. طب انا فرحانة ومش عارفة اسيطر على مشاعري، احمدي ربنا في سرك، ابكي في سرك. انت في حضرة النبي تمشي في هدوء وتمشي في خشوع وتمشي في ذكر وتمشي في دعاء وتحمدي ربنا كتير، واول ما توصلي تفكري بس ان انت تصلي ركعتين، وان شاء الله يا ربنا يتقبلهم منك كده يا رب، اللهم امين، ويكتبهم لك في الروضه الشريفه يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. فنصيحه مني لاي حد طالع العمره قريب او هو هناك دلوقتي ومحتاج ان هو يدخل الروضه الشريفه من غير حجز على تطبيق نسك، او لو حتى بالحجز، بالله عليكي انت في حضره النبي صلى الله عليه وسلم، انت قدوه لبلدك اللي انت طالعه منها، اوعي صوتك يعلى، اوعي تعاملي اي حد وتزحمي اي حد وبالكوع وتدي علشان توصلي. بصي خليكي كده في هدوء وسكينه ومعيه مع ربنا سبحانه وتعالى، انت في مكان ربنا اختارك وفضلك على كثير من عباده، فاوعي تضيعي اجر والثواب اللي ربنا ان شاء الله باذن الله هيجعله في ميزان حسناتك باي حاجه تغضب الله وتغضب الرسول. فصوتك عوره، صوتك يبقى واطي، تبقي ماشيه في هدوء، صلي ركعتين شكر لله ان ربنا كتبها لك ونولها لك. بلاش بقى العنف، وبلاش بقى الزحام، وبلاش بقى الزق، وبلاش، لان انا شفت الحاجات دي بعينيا. فبالله عليكم نصيحه لاي حد طالع، مالكيش دعوه بحد، ما تقوليش انا هعمل زي الناس، ما الناس ما بتعمل يا ستي. الناس لو حتى حد بيعمل غلط خليكي انتي اعملي الصح، خليكي انتي قدوه لحد غيرك ما يعرفش تعليم وما يعرفش اداب دخول الروضه الشريف، ما يعرفش آداب الإسلام، خليكي انت علمها له. لما تلاقي حد بيعمل أي شيء خطأ صححي له. احنا كده يعني يعني انت حفيدة السيدة عائشة وحفيدة السيدة خديجة رضي الله عنهما وأرضاهم، فعايزين نبقى قدوة لغيرنا. صوتك ما يعلاش، والزغاريط والتهليل والتكبير، والله أكبر إن احنا وصلنا، الله أكبر فعلا. اللهم لك ألف حمد وشكر، اللهم دمها علينا نعمة واحفظها من الزوال يا رب، وتبقي ماشية كده في معية ربنا، وربنا يكبر بخواطركم جميعا جبرا يتعجب له أهل السماء وأهل الأرض. ربنا يكتبها لكم جميعا يا رب، ربنا يرزقكم الوقوف بعرفات عاجلا غير آجلا يا رب، اللهم أمين. ربنا يرزقنا جميعا حج بيته الحرام عاجلا غير آجلا يا رب، اللهم أمين. ونصيحة وانت بتدعي، ادعي لأولاد المسلمين أجمعين بالهداية، علشان الجيل الأيام دي يعني ربنا يهديهم ويهدي جميع أولاد المسلمين يا رب، اللهم أمين. وينجح طلبة الثانوية العامة، اللهم أمين، ويهديهم ويوفقهم ويحقق لهم كل اللي بيتمنوه، ويذكرهم كده بالأسئلة وبالمذاكرة اللي هم مذاكرينها، وينعم عليهم بنعمة التذكير ان هم يفتكروا الإجابات وقت الامتحانات، اللهم أمين يا رب. ربنا ينجحهم ويكبر بخواطرهم جبرا يتعجب له أهل السماء وأهل الأرض. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أجبر خواطركم جبرا يتعجب له أهل السماء وأهل الأرض. اللهم اكتبها لكم جميعا، اللهم اكتبها لكم جميعا يا رب، واكتبها لكل مشتاق يا رب. اللهم امين. ربنا يهدي اولادكم، ربنا ينجحهم، ربنا يصلح حالهم، ربنا يرزق بنات المسلمين بالهدايه وبالزوج الصالح، ربنا يرزق كل اخواتي وحبايبي بالخلف الصالح وبالولد الصالح وبالذريه الصالحه. اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم.